بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. باشمهندس باسم هشام معاكم، والنهارده بإذن الله هنتكلم على واتس نيو سوليد وركس 2026. والنهارده بإذن الله ممكن نتكلم برضو على بعض الفيتشرز المهمة اللي ظهرت في سوليد وركس 2025. الحاجات دي هتبقى مهمة جدا ليك، فاعمل لايك وسبسكرايب، وإن شاء الله تابعني. الفيديو ده هيكون مهم جدا جدا لأي واحد بيشتغل على سوليد وركس عشان تعرف ايه الحاجات الجديدة اللي اتضافت، وإن شاء الله الحاجات دي هتقدر تستفيد بيها ازاي في شغلك. وكمان هنعرف ايه الحاجات اللي بقت موجوده ليها علاقه بالاي اي في السوليد ووركس. الكلام ده اظن الناس كلها كانت مستنياه وعماله بتسال يا جماعه الاي اي هيدخل في السوليد ووركس ازاي. هنشوف النهارده كام فيتشر اتضافت في سوليد ووركس 2026، ان شاء الله هتكون مهمه ليك ان انت تعرفها. في البدايه لازم تبقى عارف ان كل سنه بيكون في سكسس ستوري الشركه بتحاول توضح عليها واتس نيو. السنه دي واحدة من ضمن الشركات اللي هي فعلا ليها قصة ملهمة هي فيرمير. والفيرمير هي واخدين منتج من المنتج بتاعتهم وبنطبق عليها الفيتشرز او الواتس نيو فيتشرز اللي موجودة معانا السنة دي. وده الحال بتاع كل سنة، كل سنة بيجيبوا كيس ستادي او سكسس ستوري وبيتكلموا عنها وبيعرضوا عليها الفيتشرز اللي اتضافت في الفيرجن ده. السنة دي زي ما بقول لحضرتك احنا ضايفين فيرمير كسكسس ستوري. وفي الحقيقه فيرمير دي يعني ليها قصه شويه، لان هي ابتدت من زمان جدا. هو كان اول عميل لسوليد ووركس ياخد اكتر من 100 سيت سوليد ووركس لايسنس. فده طبعا رقم كبير جدا، والكلام ده كان من سنة 1999. وان هم تحولوا طبعا كانوا كل حاجة بيعملوها في المصنع بتاعتهم، من اول الدرافتنج بوردز اللي هي اللوح اللي بيرسموا عليها وال2 دي دروينجز. بس طبعا الكلام ده كان ليميتد، وان هم فكروا في سنة 1999 ان هم يعملوا بقى 3 دي ديزاين على السوفت وير. فده طبعا كانت تحدي كبير بالنسبة لهم. المهندسين كلهم طبعا شغالين على الدرافتنج بوردز وال2 دي دروينجز، فيعني الموضوع كان صعب جدا. بس هم قرروا الموضوع ده، والحمد لله بدأوا من الموضوع ده ان هم يتعاملوا على ال 3 دي سوفت ويرز. برضو الجدير بالذكر ان انت لازم تبقى عارف ان الشركة اتحولت من مجرد شركة 300 مليون دولار، يعني القيمة السوقية بتاعتها، لشركة 2 بليون 2 بليون، ايه 2 بليون 2 بليون دولار جلوبال ليدر. يعني انت عندك الشركة اتحولت من ان هي مجرد شركة 300 مليون دولار ل 2 بليون دولار جلوبال ليدر. فهي بقت ليها شركة ليها فروع في كل حتة، وشركة طبعا ضخمة جدا يعني. الشركة دي حصل لها تورنيدو، حصل لها زي اعصار اي اف 3. كان اسم التورنيدو اي اف 3. التورنيدو ده يعتبر دمر تلتين المصنع اللي هم كانوا شغالين فيه وكانوا بينتجوا منه. وطبعا ده كان حصل بعد، احنا بنتكلم على 2018، وهم كانوا تقريبا بقالهم ما يقرب من 18 سنة تقريبا او 19 سنة شغالين مع سوليد ووركس. قدروا ان هم يرجعوا للفول برودكشن في 60 يوم فقط. وده بسبب ان هم كانوا حفظوا طبعا كل البيانات وكل الفايلات. طبعا بقت سوفت وير دلوقتي، فطبعا السوفت وير الفايلات كلها متخزنه بالمعلومات كلها. فقدروا يرجعوا في الفول برودكشن بس في 60 يوم. فده يبين لك قد ايه ان انت كشركه او كمصنع لما تحافظ على البيانات بتاعتك، مهما كان اللي حصل، حتى لو حاجه انت مش متوقعها، دايما هتكون محافظ على اكبر فاليو موجوده معاك في المصنع وهي الداتا. تمام. عشان كده احنا النهارده هنشرح الواتس نيو باعتبار البرودكت، واحده من البرودكت اللي موجوده في فيرمير. وطبعا ده الفكره اللي السود وركس بتحاول تبينها كل سنه، ان احنا والله احنا بقينا اسرع، بقينا اذكى، بقينا بنوفر تولز بتساعدك ان انت تكولابريت مع الناس بشكل افضل. فده كده الموضوع بتاع فيرمير. وزي ما انت شايف طبعا الكلام ده ما بيتقالش، يعني الناس كتير ما تبقاش عارفة الكلام ده. بس فيرمير في ناس كتير ما بتبقاش عارفة الكلام ده. بس طبعا انت سوليد ووركس بيبقى ليه فيرجنز، بيبقى ليه سيرفيس باك. كل فترة، كل 3 4 شهور بينزل سيرفيس باك بيصلحوا فيه المشاكل بتاعت العملة وبيبدأوا يحسنوا في السوفت وير. فلو انت جيت بصيت على 2025 الجنرال ريليس اللي حصلت في 2025، هتبص تلاقي ان انت تقريبا كان عندك 200 انهانسمنت حصلت. وطبعا الانهانسمنت دي ممكن تبقى طبعا فيتشر اتضافت، ممكن تبقى تصليح مشكلة، ممكن يبقى تحسين حاجة معينة.
او مثلا فيتشر جديده كليا بالكامل اتضافت، مش تعديل حتى في فيتشر، لا فيتشر جديده كليا اتضافت. ففكره ان انت يبقى عندك 200 في 2025، ولو جيت حسبت طول السنه اللي فاتت، لان هم بيحسبوا من اخر السنه اللي فاتت، يعني انت عندك طول السنه لحد 2026، هتيجي تلاقي ان انت عندك تقريبا 420 امبروفمنت حصل لها امبلمنتيشن خلال السنه اللي فاتت. ف 420 ده تقريبا ضعف الرقم اللي حصل طول سنة 25. فده طبعا يبين لك قد ايه الناس دي مهتمة باليوزر ومهتمة بالكاستمر، وبتسمع الفيدباكس وبتحاول ان هي تطور دايما من السوفت وير وتخليه افضل واقوى من قبل كده. احنا هنا يا جماعة بنتكلم على واحدة من الماشينز طبعا الجبارة. يعني الماشينز دي اسمها فيرمير هوريزونتال دايركشنال دريلر، ودي يعني يعتبر واحدة من الاندستري ستاندرد كده لل 50 سنة اللي فاتت. الدريلرز دي بتستخدم ان هي تحط اللهم صل على النبي، بتحط اليوتيليتيز لاينز، بتحطه تحت الارض والكباري والسايد ووكس. فطبعا هي تول جباره، يعني محتاجه قوه ومحتاجه ثراست فورس رهيب جدا. فلما تيجي تبص على الماشين ده كاكزامبل، يعني هتبص تلاقي ان انت الكاتيجوريز اللي موجوده عشان تعمل اي منتج زي كده. خلينا ناخد مثلا الماشين اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي الدريلر اللي احنا بنتكلم عليه ده كمثال. هتلاحظ ان معظم الشركات ايا كان الحجم، وايا كان يعني الفروع، وايا كان الاندستري، لازما تحتاج ان هي تركز على بعض الكاتيجوريز اللي موجوده هنا، اما كانش كلهم. تمام. يعني انت لازما يبقى عندك 3 دي كات ديزاين، لازما يبقى عندك اسمبلي ديزاين، لازما يبقى عندك 2 دي دروينجز، لازما يبقى عندك ام بي دي ان جي دي ان تي. لو انت بتعمل راوتنج لازما يبقى عندك راوتنج وبايبنج، ولازما تبقى عارف ازاي ترسم الاتش فاك والالكتريكال وايرز والكلام ده كله. الريندرنج والفيجواليزيشن لو عايز تعمل ماركتنج ماتيريالز. لو امبورت او الاكسبورت، لازم تبقى عارف ازاي تعمل امبورت للفايل بتاعتك، وازاي ان انت تحول من صيغ مختلفه للفايلات، ازاي ان انت تعمل كولابوريشن اند داتا شيرنج بتوين التيمز اللي شغال، وبتوين الستيك هولدرز او السبلاير اللي انت هتتعامل معاه، ازاي تشير الداتا ما بينكم وما بين بعض. بي ال ام اور بي دي ام، ازاي ان انت تحافظ على الفايلز بتاعتك والريفيجنز والفيرجنز بتاعت الفايل بتاعتك، وتبقى عندك سكيدول كده من الفيرجنز اللي موجوده، وتبقى عارف ان انت عملت تعديلات معينه على الفايلات بتاعتك، وتحافظ طبعا وتسكيور الفايلات بتاعتك. الكتريكال اور ميكاترونكس ديزاين، لو انت بتعمل بقى الكتريكال بوردز وعايز تعرف الواير ليست والكيبل ليست والحاجات دي كلها، لازم تبقى مرسومه وتكون عارفها كويس. structure simulation اف اي اي او سي اف دي simulation، بلاستيك simulation لو انت بتعمل مولدز. documentation لو انت عايز تعمل مانيوالز او كتالوجات للماشين اللي انت بتعملها. وفي الاخر طبعا الشوب فلور او المانيفاكتشرنج والبيل اوف ماتيريال. طبعا وانت جيت بصيت على الكاتيجوريز دي طبعا كاتيجوريز مهمه جدا جدا لاي مصنع عموما. وطبعا مش كل المصانع بتفولو كل البروسيجر دي، في بعض المصانع بتاخد يعني الجزء الاكبر من الكاتيجوريز اللي موجوده او الليست اللي موجوده قدامك. فده طبعا مهم جدا ان انت يبقى عندك خلفيه كده ان ده هو الكور بتاع افري ديزاين ومانيفاكتشرنج بروسيس. لازما يكون لاي بيزنس المعلومات الكافيه عن كل نقطه من الكاتيجوريز اللي موجوده دي. عشان كده لما تيجي داسو سيستم تبص عليها، هتلاقي ان داسو سيستم اساسا فيها براندز كتير بتتكلم على نفس الموضوع. يعني داسو سيستم عندها الايكو سيستم اوف سوفت وير اللي بيكفر تقريبا كل العمليات اللي انت محتاجها في الانجينيرينج سايكل. طبعا بتبدا بقى من اول ما كانت فكره، وبتقدر ترسم الفكره دي سوليد ووركس او كاتيا. برامج زي كده بتساعدك ان انت تعمل 3 دي موديلنج. عندك سيموليا بيساعدك ان انت تعمل سيموليشن. انوفيا بيساعدك في الداتا اند بروجكت مانجمنت. 3 دي اكسايد فور فيجواليزيشن اند ماركتنج. يعني انت عندك مجموعه من البراندات بتعمل الكلام ده كله اوريدي. فداسو سيستم لما جت فكرت قالت يا جماعه، طب ما احنا اوريدي بنعمل الكلام ده كله بس ديفرنت براندز. فاحنا بدل ما يبقى عندنا ديفرنت براندز، احنا هنخلي كل الكلام ده متجمع في حاجه واحده اسمها 3 دي اكسبيرينس بلاتفورم. تمام. فكل ال 3 دي اكسبيرينس بلاتفورم هو عباره عن كونكتد ديجيتال انفايرمنت، يعني يعتبر انفايرمنت كده فيها كل التولز اللي انت محتاج ان انت تستخدمها اوريدي في الانجينيرنج سايكل كلها.
وانا عن نفسي خلال السنين اللي فاتت لما اشتغلت، طبيعة شغلي يعني ان انا بشتغل مع شركات كتيرة ومصانع كتيرة باختلاف طبعا الاحجام والصناعات المختلفة بتاعتها يعني في حقيقة كده المفروض تبقى ظاهرة. كل ما الشركة حاولت ان هي تخلي كل السوفت وير اللي بتستخدمها تحت امبريلا واحدة وتحت يعني ايكو سيستم واحد، كل ما كان النجاح هيوصل للشركة دي. للاسف معظم المشاكل اللي قابلتها في معظم الشركات ان هي بيكون عنده سوفت وير مش قادر يتكلم مع سوفت وير، السيلز بيتكلم بسوفت وير، والانجينيرنج بيتكلم بسوفت وير، وعنده البورتشيزنج بيتكلم بسوفت وير، وكل السوفت ويرز دي مش عارفه تتخاطب مع بعض. انا حتى رحت شركه كبيره جدا، ملايين الدولارات يعني ما شاء الله. دي كانت اساس المشكله بتاعتهم ان هو البي ال ام مش عارف يتكلم مع الكاد سوفت وير، مش عارف يتكلم مع السيلز، وعنده طبعا سكيدولز يعني كل سوفت وير هو السوفت وير عاجبه بيروح مشتريه. طب هل السوفت وير ده بيتكلم مع السوفت وير التاني؟ دي من اكبر المشاكل اللي انت بتقابلها مع الشركات، اللي هي الشركات بقى اللي هي الكبيره بقى، اللي هي الشركات اللي هي فعلا بتدور ان هي عايزه تنجح وعايزه تعمل حاجه مميزه. فطبعا كل ما كانت الشركه بتجمع السوفت ويرز المختلفه دي في امبريلا واحده ومن بروفايدر واحد، كل ما كان الشركه دي من المتوقع ان هي هتبقى ناجحه وهتلاقي سهوله بعد كده ان هي تصلح اي مشكله بتقابلها. وطبعا انا كاتب نوت هنا proof is in the numbers، عشان تبقى عارف ان الارقام يا جماعه احنا مش بنبيع يعني سوفت وير مثلا، او بنتكلم على سوفت وير بنبيع. انا قصدي نتكلم يعني مش بنتكلم على سوفت وير اللي هو حاجه يعني جديده او محدش يعرفها، احنا بنتكلم بالارقام سوليد ووركس تقريبا دلوقتي اكتر من 7.5 مليون مستخدم حوالين العالم، وده رقم كبير جدا جدا جدا. اكتر من 400 الف شركه واكتر من 20 الف ستارت ابس في 110 دوله. احنا بنتكلم على طبعا سوفت وير ليه شعبيه رهيبه في اي مكان. فانت كل ما تستخدم السوفت وير ده كل ما انت بيبقى عندك كريدابيليتي ان انت تقدر تشتغل في اي مكان في العالم يعني. احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا تقريبا ما يقرب من 800 الف او اكتر سيرتيفايد سوليد وركس يوزر، واحنا عندنا اكتر من 400 ريسيلر حوالين العالم. طبعا كل الناس دي بتساعد سوليد ووركس او بتساعد داسو سيستم ان هم يخلوا العملاء يعني لو محتاجين اي مشاكل، لو محتاجين قصدي اي حل للمشاكل، خلاص الناس دي بتتفاعل معاهم على طول وبتبدأ ان هي تصلح لهم مشاكلهم. وهنا برضو اللي بيبدأ يكولكت الانفورميشن، يعني هو بيجمع الداتا برضو من العملاء عشان لو في اي تحسين او حاجة يضيفوها. فطبعا الموضوع ده مهم جدا ان الناس تعرفه. يعني النهارده دي الحاجات اللي هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله: الهايلايتس والبارتس والاسمبلي والدروينجز والريندر. طبعا الريندر قصدي بيها الفيجواليز، واليو اكس اليوزر انترفيس او الامبورت التحسينات اللي حصلت في سوليدوركس 2026. طبعا هنتكلم في بعض الاوقات برضو على التحسينات اللي حصلت في 2025 والفيتشرز المهمه اللي الناس ممكن ما تكونش خدت بالها منها. فبرضو البرزنتيشن دي هتكون مهمه جدا. يعني نصيحه، احنا بننزل حاجات زي كده كتير. نصيحة لو انت اول مرة تشوف الفيديو ده واول مرة تتابعني، ما تنساش ان انت تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشجعني وتخلي الفيديو يوصل لعدد اكبر ومهندسين اكبر مهتمين بالحاجة اللي احنا بنتكلم فيها، وان شاء الله تستفيد باذن الله وتفيد غيرك باذن الله. طبعا الهايلايتس اللي هنتكلم عنها دايما دايما اعرف كده مبدأ ان الفيرجن الجديد اللي بينزل هو بينزل افضل في البرفورمانس. زي ما يكون عندك الايفون كده بيبدأ ان هو ينزل فيرجن، فطبعا كل فيرجن بينزل اسرع وبينزل بريسورسز اعلى، فده طبعا بيخليه اسرع في العمليات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية يعني. في الهايلايتس احنا هنتكلم على 3 حاجات رئيسية. اول حاجه دلوقتي بقى عندنا حاجه اسمها اكسلريتد ديزاين ورك فلو، فبقى عندك الطريقه ان انت تختار كومبوننت معينه من الاسمبلي الكبير. طبعا احنا بنتكلم على لارج اسمبلي ممكن يكون فيه thousands اوف بارتس، فانت بقى عندك القدره ان انت تفتح الكلام ده على لايت ويت براوزر، ومن اللايت ويت براوزر ده ان انت خلاص ان انت تسلكت كومبوننت معينه تشتغل عليها.
يعني مثلا لو انت عايز تشتغل على الهيدروليك سيستم او عايز تشتغل على مجموعه من البارتس او السب اسمبلي، ممكن تسلكت مجموعه معينه من البارتس دي وتبدا ان انت تشتغل عليهم فقط بدون ما تحمل بقيه البارت كله. وده طبعا بيخليك ان انت تعمل بريسيجن فلترنج وتقاد الجفرننس اللي انت عايزها. يعني مثلا ممكن تفلتر بالنسبه للهيدروليك سيستم، بالنسبه يعني للفانكشن، بالنسبه لاي معلومه، للفوليوم، لاي ايتم بروبرتي تقدر ان انت تضيفها للفلترز ده. فطبعا دي انهانسمنت كويسه جدا وهتسرع جدا عمليه الشغل. بس طبعا احنا هنا بنتكلم على ما يسمى بال 3 دي اكسبيرينس والسوليد وركس كونكتد، ده مش على سوليد وركس العادي الديسكتوب اللي الناس بتستخدمه. فده طبعا حاجات لسه معظم الناس ما وصلتش ليها دلوقتي او ما بتستخدمهاش في الوضع الحالي، في الوقت الحالي، وهو السوليد وركس كونكتد او ال 3 دي اكسبيرينس. فتعالوا نبص مع بعض ازاي الموضوع ده هيبقى مفيد معانا. زي ما انت شايف احنا عندنا الاسمبلي طبعا ممكن يبقى فيه معلومات كتيره جدا وفيه بارتس كتيره جدا. طيب تعالوا نبص دلوقتي على البارت ده. زي ما انت شايف عندك سيلكشن، وده لايت ويت براوزر. هتقدر ان انت تختار بعض الكومبوننت المعينه طبعا على حسب الاسمبلي او التوب ليفل اسمبلي اللي انت عايز تشتغل عليها. بتسلكت البارتس اللي انت عايزها وبعد كده بتقول ابلاي. خلاص هو بيعمل لك دلوقتي البارتس دي كونكتد مع السوليد وركس اللي موجود معاك. طبعا سوليد وركس كونكتد ممكن نبقى نتكلم في فيديو منفصل ان شاء الله عن الحاجات دي. بس انت هنا عملت فلتر لمجموعه معينه من الكومبوننتس وخلاص هتبدا تشتغل عليها عادي جدا بدون ادنى مشاكل. الموضوع ما بيقفش هنا. انت بتقدر ان انت بتحدد يعني ستيتس معينه او ايتمز معينه بتدور على اساسها البارت. حتى لو عايز تدور على حتى بالفوليوم او السايز بتاع البارتس تقدر ان انت تعمل فلترنج بالكلام ده. وطبعا دي حاجات بتسرع الشغل. وطبعا زي ما انت شايف الكاد دلوقتي ما بقاش كاد بس، ده انا كاد ومتصل كمان بتاسكس. ممكن حد مثلا مديرك باعت لك تاسك معينه فانت بتعمل التاسك وبتبعتها ان انت والله خلاص ان ورك او كومبليتد او كده. فطبعا دي اضافات جديده اتضافت على السوليد وركس كونكتد او ال 3 دي اكسبيرينس، عشان انت دلوقتي شغال في سايكل. انت مش شغال ان انت بتديزاين وبعد كده بتكلم المدير بتقول له انا خلصت او بتبعت له ايميل. لا، هو اوريدي بيتراك التاسكس بتاعتك لايف. هو انت بتبقى بتاخد التاسك بيجي لك نوتيفيكيشن وحاجات زي كده ان شاء الله نبقى نتكلم عليها. طبعا الحاجات اللي هي اللي كله بيتكلم على موضوع السلكتيف فلترنج، فطبعا مش عايزين ان احنا يعني اضيع الوقت في الموضوع. انت فهمت الفكره كلها الجديده اللي اتضافت. فالسلكتيف لودنج ده حاجه مهمه جدا وهتسرع البرفورمانس معاك وهتخلي شغلك اسرع طبعا لو انت بتستخدم سوليد وركس كونكتد. خلينا في الجزء الثاني بقى والجزء المهم واللي هياخد معظم الوقت بتاعنا، وهو البورتس. طبعا اول حاجه اتضافت في البارت في سوليد وركس 2026 هي فكره البيس فلانج. طبعا قبل كده يا جماعه لو انتوا عارفين لما يكون عندك شيت ميتال بورد او سكتش، والسكتش دي انت خلاص رسمتها وعايز تعمل منها بيس فلانج، فانت كنت بتعمل بيس فلانج من السكتش. دلوقتي بقى عندك القدره ان انت تعمل السكتش ده اوفست من السكتش اللي انت من البلين اللي انت رسمت فيه السكتش او اللي انت هتعمل منه البيس فلانج. وطبعا تقدر تختار سيرفيس او فيس معين ان انت تبدا من عنده البيس فلانج. الحاجه دي طبعا سرعت الشغل جدا. قبل كده كنت انت محتاج ان انت تعمل انسيرت للكومبوننت ده كمالتي بادي شيت ميتال بوردز، او ان انت تعمل اسمبلي وتضيف فيه الاجزاء اللي انت عايز تضيفها. فطبعا فكره ان انت تعمل الريفرنس بناء على فيس مش من البيس فلانج، فطبعا دي اضافه طبعا كويسه جدا في سوليد وركس 2026. الحاجه التانيه برضو اللي اتضافت هي فكره البريك كورنرز. قبل كده كنا بنعمل كولكت للكورنرز الخارجيه الاكسترنال بس. دلوقتي بقى عندك القدره ان انت كنترول الموضوع ده. لو انت عايز بقى تتحكم كمان في الانترنال كورنرز مع الاكسترنال بقيت تقدر تعمل الكلام ده. ديليت ويز ايكويشن طبعا اضافه جديده برضو اتضافت لسودوكس 2026. لو انت عندك سكتش والسكتش دي مربوطه بايكويشن، لو انتوا فاكرين لما كنا بنيجي بنمسح الايكويشن دي انا اسف بنمسح السكتش على طول بيطلع لك ايرور بيقول لك على فكره السكتش دي مربوطه بايكويشنز. فانت كنت بتضطر ان انت بعد ما تمسح السكتش تدخل تاني على الايكويشن عشان خاطر تمسح الايكويشن اللي مربوطه بالسكتش. دلوقتي بقى عندك اوبشن لما تيجي تمسح السكتش ان هو يقول لك على فكره السكتش دي مربوطه بايكويشن لو انت عايز تمسح كمان
الايكويشن بالمره. الكلام ده طبعا انا هوريه لك لايف دلوقتي. الاستراكشر سيستم، طبعا الناس اللي بتشتغل على الاستراكشر سيستم دلوقتي الكورنر تريتمنت بقت اسهل، ان انت تقدر ان انت تشوف الاوبشن اللي موجوده معاك عند كل كورنر تريتمنت، وتقدر ان انت تختار الشكل على طول. قبل كده طبعا الموضوع كان اصعب من ان انت طبعا بتختار، مش شايف النتيجه النهائيه تبقى عامله ازاي. طبعا ان هم يحسنوا البريفيو ويوروك انت عندك اكتر من اوبشن، وده شكل الكورنر هيبقى شكلها كده. ده طبعا اضافه جديده مهمه اتضافت يعني. الكات ليست بروبرتيز، ان انت تربط دلوقتي الكاستم بروبرتيز بالكات ليست ايتمز اللي موجوده معاك في الشيت ميتال او الويلدمنت. ده برضو اضافه جديده مهمه للكاستم بروبرتي. طبعا الكاستم بروبرتي ده بيبقى مهم جدا لو انت عندك بي تي ام او اي ار بي سيستم او بي ال ام. طبعا الحاجات دي مهمه ان انت تضيفها. فطبعا ان انت تكتب الكلام اللي موجود اوريدي في الكات ليست ايتم، فده كان مشكله. هم دلوقتي بقيت ان انت تقدر في الكاستم بروبرتي تضيف الكات ليست ايتم، وبرضه هوريكم انا اقصد ايه بالموضوع ده. الريفرنس بوينت، ودي كانت حاجه مش مفهومه بالنسبه لي، ان انت لو عايز تعمل ريفرنس جيومتري بوينت كنت محتاج ان انت ترسم سكتش الاول عشان تقدر تعمل ريفرنس بوينت، يعني ما كانش ليها لازمه. دلوقتي بقيت ان انت تقدر تديفاين الريفرنس بوينت باستخدام نيوميريك فاليو، فانت بتحط الفاليو على طول وتقدر ان انت تحدد الريفرنس بوينت او تعمل ريفرنس بوينت في السبيس على طول. فطبعا دي اضافه جديده اتضافت. اخر حاجه هنتكلم عليها في سودوكس 26 هي فكره الباوندنج بوكس. ان انت بقى قبل كده طبعا الباوندنج بوكس كان بيتحسب تلقائي بناء على البارت. دلوقتي بقى عندك الاوبشن ان انت تختار الدايركشن المناسب للباوندنج بوكس، طبعا لو عايز تختار بناء على بلين او بناء على كوردينيت سيستم انت اوريدي عملته في البارت. تعالوا نتفرج مع بعض الكلام ده معناه ايه. طبعا اول حاجه البيس فلانج، زي ما انت شايف اهو، انا عندي سكتش، والسكتش دي بيس فلانج، فانا هعمل اديت للبارت. والمفروض ان انا اعمل بيس فلانج، بس انا مش عايزها ان هي تكون من البلين، فهدخل على السكتش واعمل بيس فلانج، واختار دلوقتي سيرفيس معين. زي ما انت شايف دلوقتي بقيت اقدر اعمل بيس فلانج بمعلوميه فيس او ريفرنس تاني يعني. ودي حاجه طبعا اضافه كويسه ان هم يضيفوها. الجزء التاني بتاع البريك كورنرز، طبعا لو انا دخلت هنا دلوقتي على الكورنرز بريك كورنر، بقى عندي اوبشن منفصل اسمه انترنال كورنر اونلي، او ان انت تعمل كولكت اول كورنر، فيعمل لك طبعا كولكت للاكسترنال والانترنال مع بعض زي ما انت شايف، وتتحكم طبعا في التايب بتاعه زي ما انت حابب. ديليت ويز ايكويشن، زي ما انت شايف انا عندي سكتش كمان موجوده. لو انت جيت بصيت على السكتش دي هتبص تلاقي ان السكتش دي مربوطه بايكويشنز. قبل كده لما تيجي تمسح السكتش بيطلع لك ايرور ان ده مربوط بايكويشن. دلوقتي لما هاجي همسح السكتش ده هيقول لك اوبشن جديد يقول لك ديليت ايكويشنز كمان وانت بتمسح السكتش. ودي اضافه جديده اتضافت في سوليدوركس 2026. بالنسبه للاستراكشر سيستم ده برضو اضافه جديده، ان انت لو عايز تعمل ايديت في الكورنر تريتمنت، طبعا عندك سمبل وتو ممبر وكومبلكس. خلينا في الكومبلكس اللي هو فيه ثلاث كورنر فيه ثلاثة بار. فهنيجي على الكورنر تريتمنت دي وتبدا تشوف بريفيو يوريك الثلاثه بار كونكتد مع بعض دول هيبقى نهايتهم عامله ازاي بعد الكورنر تريتمنت. ودي اضافه طبعا بتحسن وبتخليك تبقى عارف انت الشكل اللي هتوصل له في النهايه هيبقى عامل ازاي. بالنسبه للكات ليست بروبرتيز برضو دي اضافه مهمه. زي ما انت شايف انا عندي الكات ليست ايتم بروبرتي، ولما تيجي تفتح الكات ليست ايتم في عندك بروبرتي معينه انت اوريدي جبتها من الكات ليست او جبتها من المعلومات اللي موجوده في الويلدمنت او الشيت ميتال، زي الديسكريبشن والتوتال لينس. لما تروح بقى دلوقتي للايتم بروبرتيز، الايتم بروبرتي تقدر على طول تعمل لها لينك بالكات ليست بروبرتي. فانت من غير ما انت تكتب، لا انت اوريدي على طول تقدر ان انت تلينك الايتم بروبرتي بالكات ليست ايتم بروبرتي. وده طبعا اضافه كويسه. طبعا لو عايز تضيف بقى اللينس هتدوس بس سبيس، وبعد كده تروح على اليونت وتختار يونت فور لينس عشان يكتب لك اللينس والتوتال لينس واليونت كمان اللي انت بتستخدمها في الايتم بروبرتي.
بالنسبه للريفرنس بوينت زي ما قلت لحضرتك، انت تقدر دلوقتي تضيف نيوميريك فاليو، فاحنا هندخل على ريفرنس جيومتري ونختار بوينت. دلوقتي عندك اوبشن جديد تقدر ان انت تديفاين البوزيشن ويز نيوميريك فاليوز. هتحط الاكس والواي والزد وتدوس اوكي عشان تعمل البوينت في ال 3 دي سبيس بدون ما تحتاج ان انت تعمل ريفرنس سكتش. طيب بالنسبه للباوندنج بوكس زي ما قلت لحضرتك قبل كده كان بيتحسب اوتوماتيكلي. دلوقتي لما تختار الباوندنج بوكس تقدر تختار بناء على بلين معين، فتختار مثلا الفرونت او التوب او الرايت زي ما انت حابب. او لو انت عايز تختار كوردينيت سيستم فانت تختار الكوردينيت سيستم وتحدد بقى لو انت عايز تفكس الدايركشن اللينس والويتس والسكنس زي ما انت حابب. وطبعا دي هتبقى مهمه جدا ان انت تعرف الطول والعرض العام بتاع بارت زي كده. بارت يكون كومبلكس فانت عايز تعرف مثلا الباوندنج بوكس اللينس بتاعه والويتس بتاعه قد ايه والفوليوم كمان. دي حاجه كويسه ان انت تتخيل ابعاد المنتج ده لما يتحط في الماشين بتاعتك هيبقى عامل ازاي. فدي برضو اضافه كويسه اتضافت في سوليد وركس 2026. من ضمن الحاجات برضو اللي اتضافت ومهمة جدا في سوليد وركس 2025، الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة دي فيتشرز اوريدي ظهرت بس احنا بنذكر الناس بس بيها، ودي حاجات مهمة ان انت تبقى عارفها وتعرف تستخدمها. اول حاجة الايدج فلانج، ان انت تقدر تديفاين الفلانج لينس بناء بمعلومية سبيسيفايد فيرتكس. فلو انت عندك باوندنج بوكس وعايز تعمل ايدج فلانج لحد بوينت معينه فتقدر تعمل الكلام ده من اول 2025. تاني حاجه البين كوماندز، لو انت بتعمل فيلتس والفيلتس دي انت هتعمل فيلتس لاكتر من ايدج، فبدل ما تروح كل شويه تعمل فيلت وتروح تعلم على الايدج وبعد كده تدوس اوكي وترجع تاني تعلم على الفيلت، دلوقتي بقى عندك الاوبشن ان انت تعمل بين للكوماند. فالكوماند بيفضل ظاهره معاك وانت بتابلاي اكتر من فيلت، فمش محتاج ان انت تروح كل شويه تفعل الفيتشر. وبرده الكلام ده هوريهولك لايف دلوقتي. سكتش سكويرز طبعا انتوا عارفين ان احنا ما عندناش تول معينه بتخليك ان انت تعمل ريكتانجل، بتخليك ان انت تعمل سكوير جوه سوليد وركس. انت عندك بس اللي انت بتخليك تعمل ريكتانجل. فطبعا لو انت عايز تعمل سكوير كنا بنحتاج ان احنا نرسم الريكتانجل وبعد كده تضيف اللي هو الدايمنشنز او بتضيف بقى ايكوال ريليشن ما بين التو لاينز. دلوقتي لو انت دوست على شيفت وانت بترسم الريكتانجل على طول هيرسم لك سكوير، ودي الاضافه اللي احنا عايزين نتكلم عنها. كوبينج كات ليست بروبرتي، طبعا لو انت ضفت كات ليست بروبرتي زي ما انت شفت ساعات بيبقى عندك اكتر من كات ليست ايتم، ففكره ان انت تقعد تكتب تاني الايتم بروبرتي اللي انت ضفتها اكتر من مره في كل الكات ليست ايتمز، طبعا الكلام ده بياخد وقت كبير. فانت دلوقتي بقى عندك القدره ان انت تكوبي لكل الكات ليست ايتم او تعلم حاجات معينه تنقل بس فيها الكات ليست ايتم اللي انت ضفتها، ودي طبعا اضافه بتسرع شغلك. اللي بعد كده البند نوتش دي اضافه دي جديده اتضافت وفيتشرز جديده اتضافت في الشيت ميتال، ان انت بيبقى عندك فيزيبل ماركس. والحاجات دي طبعا بتساعد الاوبريتورز ان هو اللاين اب البنس، يعني لو عنده تانية فهو بيبقى عارف على طول ان البند نوتشز دي هتساعده ان هو يلاين اب يعني البند بسرعه. فدي حاجه كويسه ان انت تستخدمها في الشيت ميتال، ودي اضافه جديده اتضافت في سوليد وركس 2025. مالتي لينس ايدج فلانج، طبعا قبل كده انت عارف لو انت بتعمل ايدج فلانج وعلمت على اكتر من ايدج هو اوتوماتيك السوفت وير بيخلي لك الايدج كلها نفس اللينس. دلوقتي بقى عندك اوبشن ان انت تقدر تخلي مالتي لينس ايدج فلانج موجوده، وتتحكم في كل لينس للايدج دي زي ما انت عايز. تعال نشوف الايدج فلانج. زي ما انت شايف احنا عندنا كده بورت شيت ميتال وعايزين نعمل ايدج فلانج. هنعمل ايدج فلانج بمعلوميه الباوندنج بوكس اللي موجود، فهنعمل ايدج فلانج على كل الايدجز اللي موجوده. تقدر دلوقتي ان انت سبيسيفاي اللينس بناء على فيرتكس معينه، ودي الاضافه اللي احنا كنا عايزين نوضحها في الفيتشر دي. النقطة التانية البين كوماندز، لو احنا عايزين نطبق فيلت او شنفر على بعض الايدجز اللي موجودة، طبعا فكرة ان انت تروح كل شوية تاكتف الفيلت فدي طبعا كانت بتاخد وقت. دلوقتي انت تقدر تعمل بين للكوماند وده هيسرع معاك الفيلت، ان انت يعتبر بتعلم على الايدج وتدوس رايت كليك عشان تفعل الفيلت وشكرا، وتكمل على طول شغل في الفيلتس بدون ما تحتاج ان انت تعدل كل شوية او تروح تختار تاني الفيلتس من اول وجديد. ودي الاضافة اللي احنا كنا عايزين نوضحها في الموضوع بتاع البين كوماندز. وطبعا الموضوع ده في الفيلت او الشنفر وهيفيدك جدا وهيسرع الشغل معاك جدا.
طيب لو انت دلوقتي عندك سكتش عايز ترسمها، فتقدر ان انت وانت بترسم الريكتانجل تدوس شيفت عشان تخلي الريكتانجل يكون بيترسم سكويرز. دي الاضافه الجديده اللي اضافوها في السكتش انتيتيز دي. ما انت شايف، هدوس شيفت هيبدا يتحول معاك السكتش انتيتيز لسكوير على طول. طبعا قبل كده انت كنت بتحتاج ان انت ترسمها وبعد كده تعمل ايكوال ريليشن، دلوقتي الموضوع بقى اسرع يعني من الاول، عن طريق ان انت تدوس شيفت في الكيبورد. برضو تعالوا نشوف من ضمن الانهانسمنت اللي اتضافت، هي فكره ان انت الكات ليست ايتم. زي ما قلت لحضرتك، انت هنا عندك كات ليست ايتم، ولو ضفت الكات ليست ايتم مثلا البروسيس هتخليها ووتر جيت، تقدر ان انت على طول تعمل كوبي للكات ليست ايتم دي على طول لكل الكات ليست فولدر، بدون من ان انت تكتبها كل شويه، او حتى لو عايز تحدد سبيسيفيك كات ليست ايتم فولدر ان انت تحول فيهم البروبرتي اللي انت ضفتها، تقدر تعمل الكلام ده برضو في من اول 2025. تقدر تعمل الكلام ده. زي ما انت شايف تقدر تحدد specific cut list item او تكتب في كل حاجه واحده مره واحده من خلال الكوبي. لو انت عندك شيت ميتال بارت زي كده هتعمل له فلاتن. عندنا فيتشر جديده اتضافت اسمها البند نوتش. زي ما انت شايف حضرتك البند نوتش لما بتابلاي البند نوتش هي بتيجي على الايدج لاينز، وبيبدا ان انت يكولكت الاول البند، كولكت اول بنز، فبيبدا على طول يعمل لك البند نوتش. وعندك اكتر من شيب زي ما انت حابب، وتابلاي البند نوتش زي ما انت عايز بالقيمه اللي انت عايزها. النقطة اللي بعد كده هي فكرة التاب اند سلوت. التاب اند سلوت طبعا حصل لها تعديل وتحسينه بقت اسهل من قبل كده. طبعا انت شايف دلوقتي بنقدر نعمل اوفست، تقدر تعمل ايكوال اوفست، وهتحكم في التاب اند سلوت في الناحيتين. هنا هعمل جروب والناحية التانية هعمل جروب مختلف. الموضوع بقى ابسط، لازم ان انت تجربه بنفسك. الموضوع بقى احسن بكتير من الاول. سنتر الاين او ايكوال سبيسنج زي ما انت حابب ان انت تعرف التاب اند سلوت. وبرده دي حاجات من ضمن الحاجات اللي اتضافت في 2025، بالاضافه ان انت تقدر تعمل انستنس تو سكيب از ويل لو انت عايز تعمل سكيب لانستنس معينه. الحاجه الاخيره اللي هنتكلم عنها هي فكره الايدج فلانج والمالتي لينس ايدج فلانج. لو انت علمت طبعا على الايدج الاولى وجيت اخترت الايدج الثانيه اوتوماتيك كان بيعملها نفس اللينس. دلوقتي عندك اوبشن ان انت تختار مالتي لينس ايدج فلانج، فتعلم على الايدج وتسلكت الايدج قصدي، وتتحكم بقى في طول كل ايدج لوحدها عن التانية. ودي حاجة طبعا مهمة جدا، ان انت برضو بتوفر عليك وقت، إن بدل ما تروح تعمل تاني الايدج او ايدج فيتشر، يعني تاد ايدج فيتشر من اول وجديد، فده طبعا اسهل بكتير من قبل كده. ودي كده كل الحاجات اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنها في موضوع البارتس. خلينا نتكلم بعد كده على فكرة الاسمبليز. برضو الاسمبلي حصل فيها تعديلات كويسة جدا. اول حاجة كوزماتيك تشينج انديكيتور. دلوقتي انت بقيت تافويد السيفنج للاسمبلي لو انت عملت كوزماتيك تشينج او ديسبلاي ستيت تشينج فقط لا غير. يعني انت مثلا لو انت فاكر ان انت لما كنت بتيجي تفتح بارت، البارت ده موجود في اسمبلي وعملت اي تعديلات معينة، التعديل ده لما انت بترجع تاني للاسمبلي بيقول لك اعمل ريلود. دلوقتي لو انت عملت كوزماتيك تشينج لحاجه ليها علاقه بالالوان، حاجه ليها علاقه بالسكتشز، حاجه ليها علاقه بالريفرنس جيومتري، ما عدلتش اي حاجه في الكرايتيريا او الفيتشرز بتاعه البارت، هو هيعرف ان ده كوزماتيك تشينج، فمش هيطلب منك ان انت تعمل ريبيلد. ده كده الموضوع باختصار. تيبل ديسبلاي بقى عندك قدره اكبر ان انت تتحكم في الكونفيجريشن تيبلز والديسبلاي ستيت تيبلز. بقت عندك قدره ان انت تتحكم في الويتس بتاع الكولومز بقى، يعني بقى عندك فليكسيبيليتي ان انت تتحكم في التيبلز بشكل افضل، وتختار بقى الديسبلاي ستيت بشكل افضل. يعني حسنوا في التيبل ديسبلاي ان انت تقدر ان انت تستخدم التيبل ديسبلاي بشكل افيشنت يعني. الفاسنر اوتوميشن دي اول حاجه بقى نتكلم عليها في موضوع الاي اي واستخدام الاي اي في السوليد ووركس. فكره الفاسنر اوتوميشن سواء نوت او بولت او ووشر والحاجات اللي ليها علاقه بالفاسنرز عموما، سوليد ووركس هيريكوجنايز الاي اي اللي موجود جواه، هيريكوجنايز ان ده فاسنر، وبناء عليه ان وانس ان هو ريكوجنايزد هيتعمل له ميت اوتوماتيكلي عن طريق الدراج ودروب. تمام، بس طبعا تبقى دايس كنترول في الكيبورد.
قبل كده كنت انت بتحتاج ان انت تعمل ما يسمى بالميت ريفرنس، والميت ريفرنس ده كان بيسهل على السوفت وير ان هو مثلا بيتعلم له ايدج معينه، فيس معين، عشان هو بعد كده يعمل الميت. دلوقتي الاي اي اللي موجود جوه السوليد ووركس بقى يقدر يتعرف ان انت عايز تعمل ميت من الفاسنر، واوتوماتيكلي بدون ما تضيف اساسا ميت ريفرنس هو اوتوماتيك بيعمل الميتس دايركتلي على طول عن طريق الدراج ودروب. وبرده الكلام ده هوريه لك لايف. ديسيبل اوتو ريسولف، طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا جوه السوليد وركس في ديفرنت مودز، من ضمن المودز هو اللايت ويت مود. قبل كده لو انت عايز توصل للبارت او اسمبلي جوه الاسمبلي اللي هو اللايت ويت، كان السوليد وركس لما بتيجي تفتح اللايت ويت مود الاسمبلي ده بيروح عامل لك على طول ريسولف، يخليه ريسولف على طول. طب انت عايز توصل لاسمبلي جوه السب اسمبلي جواه او بارت جواه، ليه تعمل لي للبارت للتوب ليفل يعني ريسولف؟ فبقى عندك اوبشن ان انت تعمل ديسيبل للاوتو ريسولف ده. طبعا المودز دي احنا لازم نبقى عارفين ان احنا عندنا فايل ريفرنس ماب جوه سوليد وركس، وده السؤال اللي معظم الناس بتساله. يجي يقول لك انا بفتح فايل معين على سوفت وير تاني، لما باجي افتحه كومبيرنج يعني بالسوليد ووركس، السوليد ووركس ممكن ياخد وقت اطول. ما الفكره هنا انت لازم حضرتك تبقى عارف السوفت وير بيفكر ازاي، وايه ايه الحاجات اللي بيعملها السوفت وير عشان ياخد وقت اكبر ان هو يفتح الفايل. الفايل ريفرنس ماب هي حاجه مهمه جدا لاي مهندس بيشتغل على السوليد ووركس. ليه؟ لان انت مثلا لما بتيجي تفتح دروينج، الدروينج دي فيها لارج اسمبلي بيهايند ذا سين كده، سوليد وركس بيروح بيدور على كل الحاجات اللي موجوده جوه الدروينج ده. لو موجود اسمبلي او لارج اسمبلي بيروح يدور على كل الفايلات اللي موجوده. احنا هنا بنتكلم ان انت بتدوس دبل كليك على الفايل، ركز معايا. فبتدوس دبل كليك على الفايل، هو بيهايند ذا سين بيروح يفتح كل الفايلات اللي الكونكتد والريليتد بالاسمبلي او بالدروينج اللي انت هتفتحه ده. وبالتالي ده بياخد وقت كبير جدا في التحميل، لان انت بتطلب منه كانك بتعمل له فورسنج كده ان هو يريسولف. معناها ان انت تجيت ليتست فيرجن من كل البارتس او من كل السب اسمبليز اللي موجوده جوه الاسمبلي ده. فدي طبعا طريقه بتخليك تبقى عارف ان انت حاليا بتستخدم الليتست فيرجن، فدي اخر تعديلات حصلت على البورتس او السب اسمبليز. فده طبعا كويس، دي حاجه انت بتبقى عايزها، فاهم يعني ان بيربوس يعني. طبعا عشان كده اتعملت مودز، بقى عندك ريسولفد مود، عندك لايت ويت مود، عندك لارج ديزاين ريفيو او ال تي ار. اللايت ويت مود اللي احنا بنتكلم عليه ده بيعمل انا اسف، اللايت ويت مود بيعمل ريلود على الميموري للبلينز والميتس فقط. فطبعا ده بيخلي البرفورمانس اسرع، ان انت بتفتح لارج اسمبلي بس بتفتحه لايت ويت مود، وبتحمل داتا اقل على الميموري فبقى اسرع. اللارج ديزاين ريفيو اسرع واسرع لان انت بتحمل بس الاستراكشر بتاع الديزاين تري. تمام. فعلى حسب انت بتفتح السوليد ووركس تعمل ايه، او على حسب انت بتفتح الاسمبلي ده عشان تعمل ايه، لازم تختار المود المناسب. تمام. وطبعا عندنا مودز مناسبه للدروينجز برضو. يعني من ضمن المودز في الدروينجز الديتيلنج ده مناسب يعني مكافئ لللارج ديزاين ريفيو في الاسمبلي. تمام. فعشان كده انت بقى ايه تقدر تعمل ديسيبل للاوتو ريسولف. زي ما بقول لك، لو انت عندك البارت لايت ويت وعايز تدخل جوه، كان تدخل جوه البارت ده عشان تجيب بارت تاني او سب اسمبلي تاني، كان اوتوماتيك بيحصل له ريسولف. فانت بقيت عندك اوبشن ان انت تعمل ديسيبل للاوتو ريسولف ده. ده الموضوع باختصار. طيب تعالوا نتفرج بقى على فكره الموضوع بتاع الكوزماتيك تشينج انديكيتور. زي ما انت شايف كده، انا هفتح مثلا البارت ده. البارت ده زي ما حضرتك شايف كده انا هجيبه كده على اليمين شويه، وهعمل اي تعديلات ليها علاقه بالجرافيكس. هضيف ريفرنس جيومتري بلين، هعدل شويه في السكتش، وهرجع تاني للاسمبلي. هتبص تلاقي ان هو عامل لك انديكيتور دلوقتي جديد يقول لك ان ده مش مطلوب منك ريبيلد. زي ما انت شايف انا دوست الناحيه التانيه ما حصلش ريبيلد ولا اي حاجه. بتعمل هايد اند شو، بتمسح سكتش، ايا كان اللي انت بتعمله ملوش علاقه بالفيتشرز او بالكرايتيريا بتاعت الفيتشر، خلاص هو كده يعتبر ان انت ده كله كوزماتيك تشينج. سواء هتضيف ديكالز او حاجات زي كده، كل ده كوزماتيك تشينج. زي ما انت شايف حتى بعمل اديت في البارت وبغير الابيرنس بتاع البارت. تعالوا نغير الابيرنس، مثلا نغير اللون. زي ما انت شايف ده الانديكيتور الجديد اهو، بيقول لك ان انت حاليا عملت كوزماتيك تشينج. حتى لما تيجي تعمل سيف هو هيبقى فاهم ان ده كوزماتيك تشينجز. ف يعني مش هيطلب منك كل شويه ان انت تعمل ريلود على كوزماتيك تشينجز.
الفكره اللي بعد كده هي فكره التيبل ديسبلاي، وده الجديد اللي اتضاف في 2026، ان انت بقى عندك يعني بقيت بتتحكم في التيبل ديسبلاي بشكل افيشنت، وبقيت ان انت تتحكم في الويتس بتاع الكولوم بشكل افضل، والديسبلاي ستيت تتحكم فيه برضه بشكل افضل. فده طبعا يعني اداك فليكسبيليتي اكبر وانت بتستخدم التيبل، ما خلاش الموضوع معقد مش عارف تتحكم ومش عارف تشوف بقية المعلومات. فطبعا ده الموضوع اللي اتضاف، اللي هو تحسين في التيبل نفسه اللي انت كنت متعود عليه قبل كده سوليد وركس. الفاسنر اوتوميشن دي النقطه اللي انا بقول لحضرتك عليها، فكره الاي اي واستخدام الاي اي. دلوقتي انا هعمل دراج ودروب للووشر ده اوتوماتيك، هيقرا ان ده فاسنر، فهيتعمل له على طول دراج اند دروب وميت على طول. مثلا هدراج ودروب على طول زي ما انت شايف، الموضوع مش محتاج ان انت تعرف ميت ريفرنس. وعلى فكره مفيش اي معلومات جوه البارتس دي بتسهل على السوفت وير اي معلومات ان هو يتعمل له ميت. ازاي؟ هو على طول بياخد الدايركشن المظبوط، بيتعمل له ميت المظبوطه، سواء البين هول والحاجات دي كلها بيتعمل له يعني كوينسيدنت ميت وكوينسيدنت ميت من الايدجز، وكوينسيدنت ميت من الفيسز كمان. فده طبعا موضوع بيسرع جدا الميت اسرع واسرع من قبل كده. فكره الديسيبل اوتو ريسولف زي ما قلت لحضرتك، انت عندك بارت زي كده في لايت ويت مود، لما كنت بتفتح اي سب اسمبلي اوتوماتيك بيتعمل له ريسولف. طب انا عايز اوصل لبورت جوه او سب اسمبلي جوه، ليه تعمل لي ريسولف؟ عشان كده اتعمل اوبشن جديد في الفيتشر مانجر ديزاين تري، تقدر ان انت تعمل ديسيبل للاوتو ريسولف لايت ويت كومبوننت. فطبعا ده هيسرع معاك الشغل برضو، ومش هيخليك طول الوقت ان انت محتاج ان انت تعمل ريسولف لكل السب اسمبليز عشان توصل لبورت جوه. زي ما انت شايف دلوقتي ما بقاش يعمل اوتو ريسولف للفلاي اللايت ويت مود. دي كل حاجة كانت معانا في الاسمبلي. وتعالوا نتكلم بقى شوية على فكرة الدروينج. سامحوني لو بتكلم بسرعة شوية، بس الفيديو هيبقى طويل، فانا مش عايز ان انا اخليه اطول من اللازم. انا عايزك تاخد على قد ما تقدر معلومات في وقت قليل يعني. فكرة الدروينج برضو بندخل برضو في الاي اي اللي اتضاف مع السوليد ووركس. دلوقتي بقى عندك القدرة ان انت تعمل اوتو جنريت دروينجز بالاي اي، باستخدام الاي اي. بس طبعا لازم أن تكون بتستخدم سوليد ووركس كونكتد، وتكون كونكتد بال 3 دي اكسبيرينس بلاتفورم عشان تقدر يعني تستخدم التول دي. الفكره كلها ان ده دلوقتي بيعمل لك اوتوماتيكلي دروينجز لكل البارتس او الاسمبلي اللي انت بتحددها جوه الكومبوننتس بتاعتك. وطبعا الكلام ده طبعا محتاج تحسين، يعني انت مش هيعمل لك الفيوز زي ما انت عايز بالظبط، هو بيعمل الجنريت، بيعمل عمليه الجنريت اوتوماتيكلي. بس انت طبعا بتحتاج ان انت تفتح الدروينجز بعد كده وتبدا تعدل الفيوز زي ما انت عايز، وتضيف الانوتيشنز والدايمنشنز اللي انت عايزها. النقطة اللي بعد كده هي فكرة المagnetic لاينز فور انوتيشن. قبل كده كانت المagnetic لاينز زي ما كل الناس عارفة او معظمنا عارفين ان المagnetic لاينز كانت بتستخدم فقط للبالونز. دلوقتي المagnetic لاينز بقينا نقدر نستخدمها كمان في الانوتيشن. لو انت عندك انوتيشن ممكن كمان تستخدم المagnetic لاين عشان تعمل يعني اورجنايزنج كده للانوتيشن اللي انت بتستخدمها في الدروينج. وده طبعا طريقة احسن واسهل ان انت تعرض بيها الانوتيشن وبشكل لاين دي يعني جنب بعض كده. فكره البريك دايمنشن لاين دي، لو انت عندك دايمنشنز كتيره متداخله فاحنا بنحتاج ان احنا نعمل بريك دايمنشن لاينز. البريك دايمنشن لاين دلوقتي بتعمل اوفرلاب، يعني تقدر تشوف لو انت عندك اوفرلاب للدايمنشن سواء كانت فاليو او تكست او دايمنشنز مرسومه قبل كده، تقدر تعمل البريك دايمنشن ده عشان تقدر تشوف الدايمنشن، ويعني خلت الكلاريتي بتاعت الدروينجز افضل من قبل كده. وبرده الكلام ده هنشوفه دلوقتي. كاستم تكست ان جي تول فريمز، قبل كده كان مسموح ان انت تكتب فاليوز فقط، ارقام فقط. دلوقتي بقى مسموح ان انت تكتب ليترز، سيمبلز، او اي حاجه انت عايز تكتبها في الجي تول فريمز. بقت اكسسبل يعني، وبقت اكسبتد معاك ان انت تكتبها في الجي تول فريمز. وبرده الكلام ده هنشوفه دلوقتي. تعالوا نشوف الاوتو جنريت دروينج. عندنا اسمبلي زي كده، هنسلكت مالتيبل بارتس زي ما انت شايف ده سوليد وركس كونكتد. هنعمل رايت كليك ونختار اوتو جنريت دروينجز اوتوماتيكلي
باستخدام الكلاود هيعمل اوتو جنريت للدروينجز، تقدر تفتح بعد كده الدروينجز دي زي ما قلت لحضرتك، بتعدل الفيوز، هي مش افضل حاجه بس اوتوماتيكلي بيعمل عمليه الجنريشن دي، وتعدل انت بعد كده الفيوز وتضيف الدايمنشنز او الانوتيشنز اللي انت عايز تضيفها بعد كده. بس دي طريقه تعتبر كبدايه وبتسرع عمليه الشغل بشكل كبير جدا لو انت بتستخدم سوليد وركس في اللارج اسمبلي ومحتاج ان انت تعمل دروينجز بعدد كبير جدا، هو اوتوماتيك هيعمل لك الكلام ده باستخدام الاي اي. النقطة اللي بعد كده اللي اتضافت والتحسين الجديد اللي اتضاف في سوليد وركس 2026 هي فكرة الماجنتيك لاينز للانوتيشن. زي ما انت شايف دلوقتي بعمل ماجنتيك لاينز للانوتيشن اوتوماتيكلي، بيجراب الانوتيشن على طول للماجنتيك لاينز، وده طبعا تحسين جديد اتضاف في 2026 وحاجة كويسة جدا ان انت تستخدم الماجنتيك لاينز في الدروينجز. فكره البريك دايمنشن لاين زي ما انت شايف احنا عايزين عندنا دايمنشنز كتير متداخله، فبنختار كده بعض الدايمنشنز ونعمل رايت كليك بريك دايمنشنز. زي ما انت شايف الدايمنشن دلوقتي بقت اوضح، ان انت لو عندك فاليو او عندك دايمنشن بيتعارض معاه بقيت تقدر تشوف من خلاله الدايمنشن اللي انت حطيته. فطبعا دي حاجه كويسه جدا ان هي اضافت فكره البريك دايمنشن عشان يوضح لك الدايمنشن ده رايح لفين بالظبط على الايدجز يعني. فكره الكاستم تكست ان جي تول فريمز زي ما قلت لحضرتك قبل كده، لو احنا كنا عايزين نعمل توليرانس او عايزين نضيف اي جي تول فريمز جيومتريك توليرانس يعني، فكنا بنضيف الفاليوز فقط، قيم بس. دلوقتي بقيت تقدر كمان تضيف رموز او حروف. هنا مثلا عايز اضيف توليرانس او A او B او C، زي ما انت حضرتك حابب تقدر ان انت تضيف التكست كمان في الجي تول فريمز زي ما انت حابب. دي كل حاجة كنا عايزين نقولها في 2026، وتعالوا نتفرج على بعض الحاجات المهمة جدا في 2025 برضو اللي انت هتساعدك ان انت يبقى الشغل بتاعك افضل باستخدام السوليد وركس. من ضمن الحاجات دي الريلود فور دروينجز. عندك اوبشن جديد في الدروينج اسمه ريلود. لو انت اشتغلت فتحت دروينج واشتغلت وعملت تعديلات معينة وبعد كده قررت لا ده انا عايز ارجع للدروينج الاساسية او الفيرجن الاساسي اللي انا كنت فاتحه، فطبعا قبل كده اللي كان متعارف عليه ان احنا بنعمل ايه، بتقفل خالص الدروينج وبتعمل دونت سيف وبتفتح تاني الدروينج، فاهم قصدي؟ فدلوقتي لا، انت عندك اوبشن اسمه ريلود فور دروينجز. الريلود ده بيعمل لك ريفرت باك على طول لاول فيرجن انت كنت فاتحها او اخر فيرجن متسيفه يعني على البي سي. فده طبعا اوبشن كويس هيوفر عليك بعض الوقت يعني. ديسبلاي ستيت بيم بيل اوف ماتيريال فلترنج. دلوقتي تقدر تعمل بيل اوف ماتيريال بيزد اون الديسبلاي ستيت. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تحدد ان انت تظهر او تخفي بعض الكومبوننت، والكومبوننت الاخيره اللي انت عايزها عايز اللي توصل لها دي ممكن تعمل لها بيل اوف ماتيريال لوحدها. فده طبعا ان انت تكونكت الديسبلاي ستيت بالبيل اوف ماتيريال، ده طبعا فلتر يعني كويس جدا وانهانسمنت كويسه جدا ان انت تستخدمها. النقطه اللي بعد كده فكره الفاميلي تيبل. ان انت لو عندك مثلا بن، عندك نوت، عندك حاجه ليها كونفيجريشنز كتير او ليها سايز كتير، بقى عندك ان انت تضيف ممكن في الدروينجز ما يسمى بالفاميلي تيبل. الفاميلي تيبل ده هيعرض لك كل الكونفيجريشن سايزز وكل الافيلبل سايزز اللي موجوده في البن او البولت او النوت او وات ايفر اللي انت بتستخدمه في الدروينج كمان. فدي برضو اضافه كويسه ان انت تضيفها اوتوماتيكلي من الدروينجز. تعالوا نبص مثلا مع بعض على فكره الريلود دروينج. زي ما انت شايف ده الاوبشن الجديد، ان وانس ان انت دوست عليه الريلود فور دروينج ده هيريفيرت باك لاول فيرجن او لاخر فيرجن معمول لها سيف. يعني الاول فيرجن انت فتحت بيها الدروينج، اول فيرجن انت فتحتها في الدروينج قبل ما تعمل التعديلات، او اخر فيرجن متسيفه على، هما الاثنين واحد يعني. هما الكلمتين اللي انا عمال اقولهم دول هما مترادفتين يعني، مش حاجه عكس حاجه يعني. فلما بتدوس ريلود هو بيرجع لاخر فيرجن متسيفه على البي سي بدون ما تقفل وترجع تفتح تاني الدروينج. النقطة اللي بعد كده هي display state bill of material filtering. زي ما انت شايف انا هنا عندي display state مختلفة، ممكن اعمل table bill of material للديسبلاي ستيت اللي هو ظاهر قدامنا فقط. وده عن طريق ان انت عندك اوبشن هنا ممكن تختار link to display state عشان تلينك الديسبلاي ستيت بالفلترنج اللي انت عملته. ودي طبعا حاجة كويسة جدا ان انت تعمل bill of material based on display state filters.
النقطة اللي بعد كده هي فكرة الفاميلي تيبل. لو انت عندك بن فيه كونفيجريشنز كتير وعايز تعرض الكلام ده دايركتلي في الدروينجز، برضو بقى عندك ان انت تختار على طول من الدروينجز ما يسمى بالفاميلي تيبل، وده بيعمل لك انسرشن للتيبل اللي فيه كل الكونفيجريشنز وكل السايزز المختلفة للبرودكت اللي انت بتستخدمه، ودي طبعا اضافة كويسة جدا. الفكره اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم عليها هي فكره الكات ليست اي دي. ان انت دلوقتي تقدر تعمل كونكت للكات ليست لينس يونت بالدوكيمنت يونت. فلو انت عندك الكات ليست في يونت مختلفه عن الدروينج دوكيمنت، بقيت تقدر تعمل كونكت الاثنين كونكتد ببعض وتخليهم نفس اليونت عشان تحافظ على الكونسيستنسي في الدروينجز بتاعتك. ديسبلاي اكسبريشن، انت عارفين قبل كده ان احنا كنا بنستخدم آه، انتوا عارفين قبل كده ان الديسبلاي اكسبريشنز دي كانت بتظهر لما بنعمل اديت للشيت فورمات في الدروينج. دلوقتي انت بقى عندك اوبشن فيو اور هايد للديسبلاي اكسبريشنز، وهنشوف بعض الديسبلاي اكسبريشنز دلوقتي عشان تبقى عارف يعني ايه فكره الديسبلاي اكسبريشنز وايه لازمتها. فبقيت تقدر تعمل فيو اور هايد للديسبلاي اكسبريشنز من اوبشن موجود في السيتنجز. النقطة اللي بعد كده هي فكرة الريفيجن تيبل. ان انت دلوقتي لو انت عندك البارت حصل عليه اكتر من ريفيجن، فممكن في بعض الاوقات يبقى عندك 6 ريفيجن او اكتر، فتقدر ان انت تعمل لوك للفيرست ريفيجن. يعني مثلا تخلي الريفيجن الاولى اللي هي A، واخر ريفيجن اللي هي مثلا 10. فتعمل لازم طول الوقت تبقى عامل لوك الاول ريفيجن عشان الناس تبقى عارفة ان ده اول ريفيجن معمول، يعني ان ده اول ريفيجن وفي بعد كده مثلا 10 ريفيجنز اتعملت بعديها او اكتر يعني. فهي دي فكره الريفيجن تيبل والاوبشن الجديد اللي اتضاف. تعالوا نشوف فكره الكات ليست اي دي. زي ما انت شايف انا هنا حاطط كات ليست تيبل، وزي ما انت شايف ان الدايمنشن مش متوافقه مع الدوكيومنت لينس. عندنا اوبشن بعد كده في السيتنجز ان انت تدخل على الويلدمنت دوكيومنت بروبرتيز ويلدمنت، وبعد كده هتلاقي ان انت تقدر تكونكت الكلام ده بالدوكيومنت يونتس عشان تحافظ على الكونسيستنسي. نفتح تاني الدروينج. زي ما انت شايف بيحصل على طول ابديت لليونتس عشان تحافظ على يعني ان هما الاتنين يبقوا شبه بعض، ما تبقاش انت حاطط يونت بطريقتين مختلفين يعني. النقطة اللي بعد كده هي فكرة الديسبلاي اكسبريشن. زي ما قلت لحضرتك ان احنا عندنا اكسبريشنز بتتحط في الدروينجز، يعني مثلا البي ار بي دي البروبرتي نيم، بي ار بي شيت دي البروبرتي بتاعة الموديل اللي هيتحط في الدروينج. الكلام ده ممكن نبقى نتكلم بيه في استفاضة بعد كده، يعني نتكلم فيه باستفاضة بعد كده ان شاء الله لو انتوا حابين يعني. بي ار بي سوليد وركس دي بروبرتي جايه من سوليد وركس، زي مثلا الماس او الفوليوم او حاجه زي كده بتتحسب اوتوماتيك من السوليد وركس. لو في حاجه زي كده انت عايزها يا باشمهندس ممكن تسيب لي في الكومنتس، وان شاء الله نبقى نتكلم في فيديوهات منفصله عن الموضوع ده. انا بحاول اكون سريع على قد ما اقدر والله عشان ما اخلكش تزهق من الفيديو الطويل. ففكره الديسبلاي اكسبريشنز قبل كده كانت بتظهر ان انت بتخش بتعمل اديت للشيت فورمات. تمام، اللي فاهمين النقطه دي هيعرفوا انا قصدي ايه. حاليا بقيت تقدر تعمل فيو اور هايد للديسبلاي اكسبريشن من غير ما تعمل اديت للشيت فورمات. تمام، ده الموضوع باختصار. تعالوا مثلا نتفرج على كده الموضوع ده. زي ما انت شايف دي كده التيبل بتاعنا ومش ظاهر فيه اي اكسبريشنز. لو انت دخلت على على الفيو هتبص تلاقي ان انت عندك هايد او شو، عندك القدره ان انت تعمل انوتيشن تكست اكسبريشن عشان تظهر الاكسبريشنز. ودي طبعا حاجه مهمه جدا في الدروينجز ان هي انت تظهرها وتشوف طبعا النوتس اللي انت حاططها عامله ازاي. النقطه اللي بعد كده هي فكره الريفيجن تيبل. زي ما قلت لحضرتك ان انت عندك بورد اتعمل له اكتر من ريفيجن، فاحنا عايزين نعمل لوك لاول ريفيجن قبل اي تعديل. فطبعا تقدر تعمل كده من السيتنجز، هتدخل برضو على الدوكيومنت بروبرتيز وهتدخل بعد كده على التيبلز ريفيجن وتختار من هنا allow first revision all the time او always show the first revision علشان يظهر لك على طول الريفيجن الاولى، وتختار بعد كده انت عايز تعمل تظهر كام كولوم بعد الريفيجن الاولى. فدي طبعا الاضافه اللي اتضافت، ودي كل حاجه احنا عايزين نوضحها في فكره الدروينج. تعالوا ندخل بعد كده على طول على التحسينات اللي حصلت في الفيجواليز والريندر. ودلوقتي بقى عندنا ما يسمى بالدي اس بي بي ار في السوليد ووركس، وده نوع من الماتيريال الجديده اللي اتضاف. الماتيريال دي
بتدي احساس اكبر بالماتيريال، واحساس اكبر بالضوء بالشادوز والكلام ده. فبيديك احساس كده ان الماتيريال حقيقيه يعني، مش محتاج ان انت تتخيل اه ده حديد، ده خشب. فاهم قصدي؟ بيديك احساس ان الكواليتي بتاعت الماتيريال اللي مستخدمه بقت حقيقيه الى حد ما. وبقيت تقدر ان انت تعمل ريندر دايركتلي من سوليد وركس، بس محتاج ان انت تفعل الادن بتاعه الفيجوالايز جوه سوليد وركس. مش محتاج ان انت تروح بقى الفيجوالايز تفتح سوفت وير تاني عشان تابلاي السين وتابلاي بقى الاشكال الجديده او يعني الشكل اللي انت عايز توصل له في النهايه. ستيلر فاست مود دلوقتي اي ام دي سبورتد، يعني بقى بيستخدم على الاي ام دي جي بي يوز كمان. قبل كده كان بيستخدم على النفيديا بس جرافيك كاردز، دلوقتي بقى الاي ام دي كمان سبورتد. فالمقصود ان انت بقيت تقدر تستخدم الستيلر فاست مود ده على اي جهاز، تمام، على اي جي بي يو. والفكره في الستيلر فاست مود ده هنتكلم عليه كمان شويه، ان هو بيخليك تعمل ريندرنج في الريل تايم، فمش محتاج ان انت تستنى عشان خاطر تشوف يعني لحد ما الصوره يتعمل لها ريندر. لا، هو بيتعمل لها ريندر اوتوماتيكلي لايف يعني. فاول حاجه في الدي اس بي ار زي ما قلت لحضرتك ده في 2026 بيخليك تحس ان الماتيريال المستخدمه دي ماتيريال شكلها الى حد ما واقعي، بالشادوز، بالريفليكشنز، بالصور، حتى بالفيسز الصغيره، بالتكتشر. كل الكلام ده بقى افضل وبيديك واقعيه اكبر للماتيريال اللي انت بتستخدمها. وطبعا دي حاجه كويسه جدا ان انت تستخدمها في السوليد وركس. خلي بالك احنا مش فاتحين فيجوالايز، ده جوه السوليد وركس نفسه يعني. وحتى لما بتعمل الكلام ده اكسبورت للفيجوالايز بيكون ظاهر فيه نفس الخصائص اللي انت عملتها. فبرضه دي بتكون حاجه كويسه، مش ان انت هتعيد تاني الابلاي الماتيريال تاني على الفيجوالايز يعني. دي الفكره في الدي اس بي ار. ريندر فروم سوليد وركس زي ما قلت لحضرتك، انت لو فعلت الادن بتاعت الفيجوالايز على طول بتنزل السين وتقدر تعمل ريندر على طول دايركتلي من السوليد وركس، مش محتاج ان انت تفتح سوفت وير تاني. فطبعا دي اضافه وانهانسمنت كويسه جدا. زي ما انت شايف الكواليتي بتاعت الصوره هتطلع دلوقتي قدامك حاجه طبعا قمه في الروعه يعني. واخر حاجه زي ما قلت لحضرتك الستيلر فاست مود، قبل كده ده كان افيلبل بس للنفيديا جرافيك كاردز، دلوقتي بقى شغال كمان على الاي ام دي. انت مش محتاج ان انت تستنى عشان يحصل ريندرنج للايمجز، هي على طول بيتعمل لها ريندرنج في الريل تايم. فدي طبعا اضافه كبيره وحاجه مميزه يعني اتضافت في 2026 في الفيجوالايز. دي كل حاجه كنت عايز اقولها في الفيجوالايز. تعالوا نتكلم بقى دلوقتي على اليو اكس، يوزر انترفيس او الامبورت. طبعا من ضمن الحاجات الجميله جدا جدا اللي اتضافت في 2026 هي فكره ان انت بقى عندك import models as a background process. يعني لو انت شغال دلوقتي في سيشن وبتعمل حاجه معينه، بس انت عارف ان انت محتاج ان انت تفتح بعض الاسمبليز وبعض البورتس، بقيت تقدر تعمل الكلام ده في تاب معينه تخليها تلود الاول على سوليد ووركس قبل ما تشتغل عليها اساسا، عشان لما تيجي تفتحها ما تاخدش منك وقت ان انت تستنى عشان لما البارتس دي تتفتح يعني. فده طبعا حاجه كويسه جدا اتضافت في 2026. برضو السلكشن فلتر اتحسن، بدل ما كنت بتستخدم الفلتر عشان ايدجز او كده او سكتش انتيتيز، بقيت تقدر تستخدم الفلتر طبعا عشان تفلتر فيتشرز او تفلتر كومبوننت بالكامل. الكومبوننت ده ممكن يبقى مثلا اسمبلي وفي جواه بارتس، لما بتيجي تعمل سيلكت هو بيسلكت الكومبوننت بالكامل لو انت عامل فلتر للكومبوننت. فدي الحاجات الجديده اللي اتضافت في 2026. برضو انت بقيت تقدر تعمل سيلكت او فلترنج للبارتس بناء على البودي او البودي سايز او الفوليوم بتاعه. فدي حاجه برضو كويسه ان انت تقدر لو انت عندك لارج اسمبلي بتقدر تحدد السايز بتاع الحاجه اللي انت بتدور عليها في جوه الكومبوننتس الكتير. يعني انت مثلا عندك مكنه كبيره بتدور على مسمار، مثلا بتدور على مسمار بحجم معين، فانت عندك سلايدر كده بتقدر تتحكم فيه بالسايز عشان يطلع لك كل المسامير مره واحده. مش محتاج ان انت تفتح كل اسمبلي او تعمل سيرش وتقعد تسلكت، لا انت اوتوماتيكلي بتعمل فلترنج بناء على السايز او البادي نفسه. الديسميست مسج دي الحاجه اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم عليها. قبل كده
لو انت مثلا بتفتح اسمبلي او لارج اسمبلي يعني، بيظهر لك بيقول لك والله مثلا ساعات ان هو يقول لك مثلا وورنينج مسج، او يقول لك مثلا الفونت اللي انت مستخدمه مثلا في البارت ده مش موجود على الجهاز او حاجات زي كده. فانت كنت ممكن تعمل ديسمس للمسج وتخليها اول تايم، يعني ديسمس اول تايم. دلوقتي بقى عندك ايكون جديده، الايكون دي بتظهر تحت كده على اليمين، بتعرفك ان في ديسميست مسج انت عامل لها ديسميست. تمام. فدي طبعا اضافه جديده اتضافت، هوريها لحضرتك دلوقتي. الريبيلد بيرفورمانس، طبعا زي ما قلت لحضرتك اي فيرجن جديده بينزل بيحصل تحسين في البرفورمانس، وده اللي حصل برضو في 2026 ان هو بقى 30 مره اسرع من 2025. وطبعا تحسين كويس جدا اتضاف يعني. فتعالوا نشوف بقى الباك جراوند امبورتر. زي ما قلت لحضرتك بقى عندك تاب جديده في التاسك بين ان هي امبورت موديل، بقيت تقدر تعمل امبورت للموديل عشان يعمل لها ريلود في الباك جراوند. فدي طبعا حاجه كويسه جدا، بتسيبهم شغالين لحد ما يتعمل لهم ريلود، وبعد كده تقدر تعمل لهم اوبن على طول، ومن غير ما تحتاج ان انت تستنى بقى تاني عشان يتعمل لهم ريلود. الحاجات دي كانت بتضيع منك وقت. فطبعا الامبورت موديل فكره كويسه وفكره جديده ان انت تشغل حاجه كده تحمل قبل ما تفتح سوليد وركس. اظن ان ده برضو فكره كويسه ان هي تضاف يعني. سelection فلتر زي ما قلت لحضرتك، بتقدر ان انت تسلكت الفلتر بناء على الكومبوننت. لو جيت علمت على توب ليفل بارت هو اوتوماتيك بيعلم على الكومبوننت ككل، فدي طبعا اضافه كويسه. او حتى لو لو فيتشر، لو انت عملت فلتر بيزد اون فيتشر، لو انت اخترت فيتشر معينه هو اوتوماتيك بيعلم على الفيتشرز او كل الفيتشرز المماثله للحاجه اللي انت اخترتها. النقطة اللي بعد كده ان انت سيلكت البوديز باي سايز. زي ما قلت لحضرتك عندنا بارت وفي مثلا مسامير كتير كلها نفس السايز، فانت السلايدر ده بيبدأ يعرفك والله السايزز كلها اللي موجودة، مش محتاج بقى ان انت تقعد تدور في التري وتفتح وتعمل هايد وكلام زي كده. والكلام ده طبعا بالسايز او الفوليوم تقدر تعمله. فكره الديسميست مسج زي ما قلت لحضرتك، عندك ايكون جديده زي ما انت شايف تحت كده على اليمين، لاي حاجه اتعمل لها ديسميست قبل كده. لو انت عايز تشو او تهايد، طبعا بتقدر تتحكم فيها من السيستم اوبشن عن طريق المسجز. انما لو انت عملت ديسميست للمسج، كويس ان انت يبقى عندك ايكون جديده تعرفك ان في ديسميست مسج لو انت نسيت بعد كده. اخر حاجه موجوده معانا هي فكره الريبيلد بيرفورمانس. طبعا زي ما قلت لحضرتك بقى اسرع من 2025، ودي كومباريزون كده بسيطة بتوضح الفرق. زي ما انت شايف 30% أسرع من 2025. ودي طبعا تحسين مانداتوري لأي فيرجن بتنزل بعد كده. ودي طبعا كل الحاجات اللي أنا كنت عايز أقولها في 2026 والواتس نيو اللي حصلت في 2026. تعالوا نتكلم على بعض الحاجات برضو الفيتشرز اللي موجودة في 2025، ممكن أفكرك بيها، حاجات برضو تكون كويسة إن أنت تستفيد بيها. أول حاجة الكوماند سيرش. لو أنت دوست اس في الكيبورد وانت بتستخدم السولد ووركس، بقى عندك القدره ان انت تعمل سيرش بالكوماندز، تكتبها بالكوماندز يعني. فدي طبعا اضافه كويسه ان هي تضاف. وان بلاند اوف لاين مود، لو انت بتستخدم سولد ووركس كونكتد والنت فصل من قبل ما يفتح السوفت وير، بقى عندك القدره ان انت تكمل شغل عادي جدا. دي اللي انا بتكلم عليها، تكمل شغل عادي جدا اوف لاين لمده 4 ايام حتى لو انت مش كونكتد بالانترنت. ودي اضافه كويسه جدا لسولد ووركس كونكتد. ان بلاند اوف لاين مود حتى لو انت شغال جوه سيشن بقى يعني. طبعا الفكره اللي احنا قلناها قبل ما تفتح السوفت وير. طب دلوقتي انت في وسط سيشن وبتعمل حاجات معينه، برضو عندك ان بلاند اوف لاين مود ان انت تقدر تشتغل وتكمل شغلك حتى لو انت النت فصل عليك وانت في وسط شغلانه معينه وعملت ايديت معينه. مش هتخسر الشغل، لا، ممكن تكمل شغل اوفلاين لحد ما ترجع تاني كونكتد بالانترنت وتعمل ابلود تاني للفايلز اللي انت بتستخدمها لاخر فيرجن بتاعك يعني. فطبعا work locally for now دي اضافه كويسه اضافت برضو للسولد وركس كونكتد. دي حاجات احب ان انت تعرفها.
اخر حاجه عايزين نتكلم عليها فكره ال 3 ديسبلاي. زي ما انت شايف ال 3 ديسبلاي هنا محطوط فيها حاجات كتيره جدا، ديسبلاي ستيت، الكونفيجريشن نيم والبارت نيم وحاجات زي كده. بقيت تقدر ان انت تتحكم في ال 3 ديسبلاي وتبين انت عايز تبين ايه في الاول والتاني والتالت. الحاجات دي كلها بقيت تقدر تتحكم فيها بسهوله. ودي الاضافات اللي انا كنت عايز اتكلم فيها في خلال سوليد ووركس 2026 واتس نيو. اتمنى ان انت تكون استفدت، ولو استفدت فعلا حاول تخلي غيرك يستفيد. انا بجد يعني تعبت من كتر الكلام. فاعمل لايك وسبسكرايب وسيب كومنت ومنشن حد من صحابك عشان تخليه يعرف ايه الجديد اللي حصل وازاي بنستخدم الاي اي في 2026. هو اي نعم مش افضل حاجه احنا كنا متوقعينها من استخدام الاي اي، بس انا عايز اقول لك معلومه، والمعلومه دي من داخل سوليد وركس نفسهم، ان الاي اي كده كده هم بيستخدموه في حاجات كتير جوه السوفت وير، بس هم مش قايلين ان ده اي اي. فاهم قصدي؟ فحاليا هم السنه دي طبعا عشان الترند، فهم قال لهم يا جماعه طب بصوا، هو اساسا في حاجات احنا نزلناها اي اي، بس السوفت وير في حاجات كتير جدا الاي اي بيتدخل فيها وبيتعرف على الحاجه اللي انت عايز تعملها وبيبدا يعملها. ودي كل حاجه كنت عايز اقولها. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدك النهارده ولو بمعلومه واحده. اشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام عليكم.